اهلا بيكم. انا زبده. النهارده هعمل معاكم ورق العنب باللحمه. ممكن نستبدل اللحمه بالفراخ او بالاجنحه بتاعه الفراخ، او نستغنى عن اللحوم خالص. هنعمله في حله واحده ني في ني. يلا بينا نشوف الطريقه ايه والمقادير ايه. يلا بينا. انا عندي هنا اللحمه شرايح، يعني هي مش بفتيك. يعني هي اتخن شويه من البفتيك، لكن القطعيه مش هتفرق في حاجه. ممكن تستخدمي موزه، ممكن اي لحمه عندك مش هتقول لا. زي ما قلت لكم ممكن نستبدلها بفراخ او بالاجنحه، او نستغنى عنها خالص. اللحمه انا هتبلها طبعا، هتبلها لوحدها قبل ما ابدا احطها في الحله. وكمان هديها صدمه، مش هحطها ني في ني كده. تمام. عندي اللحمه هتبلها برشه ملح ورشه فلفل اسود، ونراعي الملح هنا ما نزودش قوي علشان لسه المرقه اللي هنسقي بيها هتكون فيها ملح. عندي كمان عصير ليمونه كبير، وعندي كمان بصلايه كبيره مبشوره، هاخدها بميتها كده زي ما هي، مش هعصرها. وهنتبلها، ويفضل ان هي تتنقع في التتبيله دي ليله كامله. وبعدين نبدا ناخدها بقى صدمه في الطاسه. تعالي بقى نجهز الخلطه. عندي رز مصري مغسول ومتصفي، بصلايه كبيره مبشوره، طماطم، عصير طماطم متسبك، انا بسبكه لوحده ما بحطوش ني في ني. كمان طماطم مكعبات، وكزبره خضراء، بقدونس، شبت. كمان نعناع مجفف، رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة بسيطة من الكمون، وهحط كمان رشة من الكزبرة الناشفة. وهبدأ بعد كده اقلب ده كله في بعضه. ممكن كمان نضيف شوية من الزيت. وبعدين تعالوا بقى ناخد اللحمة بتاعتنا صدمة في طاسة كده، في معلقتين بس من الزيت. هبدأ اقلبها على جنبين تاخد لون بس بسيط معايا. انا مش محتاجاها ان هي تلون، انا عايزاها بس لونها يتغير كده، لون الدم او المدمم اللي فيها ده يروح. تمام. نيجي بقى لورق العنب. هتفردي الورقه كده على الوش اللي هو الخشن، يبقى الوش الخشن ليكي انتي لفوق. تحطي الرز بالطول، وتبداي تبرمي من ناحيتك انتي، وتقفلي الجنبين طبعا كويس وانتي بتلفي. يلا نعمل واحده كمان. هنبدا بنفس الطريقه، والرز يكون بالطول، ما يكونش كتير قوي، وبرومي كويس وانتي بتبرومي، شدي كده علشان تقفل معاكي كويس، ما تفتحش وهي بتستوي. هبدأ ارص اللحمة لتحت، وبعدين بصل، شرايح، طماطم، فلفل الموجود عندك. وبعدين هبدأ ارص ورق عنب بالشكل ده، واضغطه كويس بايدي. وبعدين الشوربة لازم تكون مغلية طبعا. المرقة بتاعتك مظبطة حدقها ومظبطة التوابل فيها. وهبدأ اسقيها، مش عايزة الشوربة تكون مغطياها قوي. تمام. وهدي عصير ليمونة، وهدي كمان معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة من الثوم المفروم. ده بيديها تست حلو جدا. هتبدأ بقى مع الغليان تشمي روايح الليمون مع الثوم، بيدي ريحة فظيعة جدا. هبدأ احطها على نار عالية تغلي الاول لغاية ما تبدأ تتشرب معايا، وابدأ اهدي عليها النار ووطي عليها لغاية ما تستوي معايا. وبعدين تعالي بقى نقلبها. استني عليها بس تهدى شوية، وبعدين اقلبيها. شوفوا بقى اللحمة اخدة لون تحفة جدا، متحمرة كده مع نفسها، عشان كده احنا بنحطها هي اول طبقة من تحت. وبدأ اقدميها بقى بالشكل التحفة ده. طبعا العين بتاكل الاول، فلازم نهتم بتقديم الطبق بتاعنا. يعني مش اي حاجة كده والسلام. انتي في ايدك ان انتي يعني تقدمي حاجة كويسة بخطوات بسيطة جدا. يلا بقى ندوق مع بعض ورق العنب. طعمه تحفة جدا زي الزبدة، مستوي مزز من عصير الليمون. كمان الزيت مديله لمعة حلوة جدا جدا، واللحمة كمان اخدة طعم من ورق العنب. هتعجبكم جدا ان شاء الله. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واكتبوا لي رايكم بقى في التعليقات، واستنوني فيديوهات جايه كتير. اشوفكم على خير. سلام.